كرمت حكومة ولاية القضارف الصول النور أنجلو أحد حراس العلم السوداني الذين ما زالوا على قيد الحياة. وأكدت حكومة الولاية أن تكريمها لصناع الاستقلال يعد تكريما للوطن بأسره وإعلاء لقيمته ومجاهداته. وأشار مشاركون في التكريم إلى أن مناسبة الاستقلال فرصة لاسترجاع سيرة الرعيل الأول وتضحياتهم عبر تاريخ السودان، مضيفين أن القضارف وبجانب الصول النور أنجلو تتشرف بجانب شاعر النشيد عبد الله يوسف والملازم أول جعفر علي الحرس الشخصي للزعيم الراحل إسماعيل الأزهري. على تخوم الذاكرة يومض بريق الفكرة، ومن بين آلاف الأسماء والأشخاص تبرز صورة من حفروا عميقا في ذاكرة ووجدان الشعب السوداني، ومعها تتجلى المشاعر وتتفاعل الدواخل، فيكون التعبير بالكلمات أقل من المقدار. في الذكرى 60 للاستغلال تبرز صورة الصول النور أنجلو في جيغرة حارس علم الاستغلال، وهو يستعيد عفو الخاطر تلك المشاهد المؤثرة في حياة الشعب السوداني. طبعا أنا من الشرقية وجنوب من الحجانة، وأنا حسب مشهور صراحة منطقية ولجنوب قديدي يستلم الملك حقيقة يوم هو جدع ومسا طب قدانا سوداني. النور أنجلو برمزيته التاريخية لم يجد حظه من التكريم والحفاوة إلا من خلال مبادرات خجولة، غير أن الذكرى الستون حملت والي القضارف وحكومته ليردوا جزءا من الدين لرمز من رموز الانعتاق والتحرر. وجينا نكرمك لأنك رمز من رموز الاستقلال، وجينا برضو نتبرك بك إن تكريمك تكريم للعسكرية والجندية السودانية، ولشجاعتك ولمروتك ولمشاركاتك الثانية بعد العسكرية. أنت يعني ساهمت في إصلاح الموية وإصلاح حاجات كثيرة جدا. إحنا يعني نعتبرك رمز من رموز الاستغلال، وإن شاء الله نديك قطعة سكنية تسكن فيها، ونعمل لك تأمين صحي إن شاء الله لك ولأسرتك، ونوديك أنت ومرافقك الحج إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيوة، وكان عندك أي حاجات ثانية إحنا نلبيها لك إن شاء الله تعالى. يلا. ولأن منبت الرجل منبتا طيبا قابل هذه الأريحية بفرح طفولي، وفاضت عيناه اللتان فقدت البصر بالدموع، وأنابت أسرته عن التعبير بقيمة التقدير. باسم الأسرة نشكركم كثير الشكر، ونقول إنه دي ديدن الإعلام، بالرغم إنه عمنا ده أو جدنا يعني في الزمن الفات ما كان في الصورة، لكن نحن نسأل الله إنه ربنا يقويه ويسعده إن شاء الله. بيقول إنه هو شاكر ومقدر بالرغم إنه ضعف البيت وبيت ما عنده، لكن الوالي بشره بشارات كده كويسة جدا إن شاء الله. هو والله والدنا يعني نتمنى له كل العافية والشفاء، وما قصر معانا أولا. وبعدين بالنسبة لعلم السودان في كل مناسبة بتاع علم السودان نحن ما جايبين له أي خبر، يحتفل بعلم السودان ويرفع راية علم السودان. لا تسريب عليك العاجبة، فجلائل أعمال والدك أبلق من كل عبارة، وحقا للقضارف التي حرست العلم ورافع العلم وصاغت النشيد أن تتباهى وتحتفي بمن هم أهل للاحتفاء. في ذكرى 60 لاستقلال السودان تبقى القيمة الحقيقية للاستقلال في الوفاء لمن قدموا وما بخلوا لهذا الوطن. النور أنجلو في جغرة واحد من هؤلاء. من القضارف محمد الفاتح، الشروق.